سقوط لعبة كهربائية في منتزه الجبل الأخضر بالهدى. وأنباء عن وفيات باشرت الجهات المعنية في محافظة الطائف حادثة سقوط إحدى الألعاب الكهربائية داخل منتزه الجبل الأخضر بمنطقة الهدى مساء اليوم الأربعاء، حيث تم على الفور إخلاء الموقع من الزوار. وأفادت أنباء عن وقوع وفيات وعدد من الإصابات المتفرقة جراء الحادث. وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى الملك عبدال عزيز بالطائف لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما لم تصدر حتى الآن إحصائية رسمية بعدد الضحايا. وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه. عاشت محافظة الطائف لحظات صادمة بعد حادثة سقوط لعبة كهربائية داخل منتزه الجبل الأخضر بمنطقة الهدى، وهي واحدة من أشهر الوجهات السياحية والترفيهية في السعودية. ومع انتشار الفيديو الذي يوثق اللحظة العنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تسارعت وتيرة الاهتمام والتساؤلات حول أسباب الحادث، عدد المصابين، وحالة الأمان في المنتزه. وقع الحادث في إحدى الألعاب الكهربائية المرتفعة في منتزه الجبل الأخضر المعروف، حيث سقطت اللعبة بشكل مفاجئ خلال دورانها، ما أدى إلى إصابة 23 شخصاً.